السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقدم لكم الجزء الثالث من الدرس الثالث لدورة السويش ماكس على منتديات حزن العشاق. معكم أخوكم الحرامي. درسنا اليوم هو عمل زر بلاي أو تشغيل للبطاقة، وهو الجزء الثالث من الأكشن سكربت. اليوم طبعا حنشوف هسه مثال للي حنعمله. هسه مثل ما تشوفون هاي البطاقة أنا مصممها من قبل، موجود زر بلاي. هسه اذا ندوس عليه راح تشتغل البطاقة. احنا نقدر ندوس بلاي او تشغيل نكتب. هسه راح نقول لكم الطريقة ان شاء الله. ندوس على بلاي ونشوف التطبيق. قدر اختارني اكون ليها. طيب هسه انت شفت التطبيق. نفتح السويش ماكس 4. انا مجهز الملف المفتوح للبطاقة مثل ما تشوفون. هسه احنا عندنا انا ضايف تكست واطار وسواد للصورة والصورة، وضايف سنس ثاني، مشهد ثاني، حاط له اطار، ملفات مفتوحة، والأغنية. نفس اللي تعلمناه بالجزء الثاني، انه نخلي المقطع الصوت بالمشهد الثاني والمشهد الأول نعوفه فارغ. طيب هسه عدنا احنا بالبداية ما عدنا زر بلاي أو تشغيل. نجي نسوي بلاي أو تشغيل، نجي نسميه تشغيل. تشغيل تشغيل. هسه صار عندنا تشغيل. احنا نقدر نضيف له اي مؤثر كتكست عادي. مثلا نضيف له اي مؤثر، نكبر الحجم شوية ونضيف له اي مؤثر مننا على راحتنا. بس عندنا كزر تشغيل عادي. احنا هسه نتعلم او الاكشن سكربت. نجي على الفريم 1 على مود ينتقل للمشهد الثاني نفس ما تعلمنا. نسوي له كليك يمنى، موفي كنترول، ستوب. هسه صار عندنا ستوب بالبداية. نجي على التشغيل. احنا تعلمنا بالاكشن سكربت بالجزء الثاني انه السكربتات او الاكواد السكربت راح تصير على المشهد. هنا تختلف بيها، راح يصير على دقمة التشغيل او زر التشغيل. هسه صار عندنا على زر التشغيل حددناه. ننتقل على السكربت. هسه بزر التشغيل ايش عندنا راح يصير؟ edit سكربت، events، button، on، brace. يعني عنده الضغط ايش راح يصير؟ edit سكربت، movie control، go to and play، next stands and play. يعني المشهد التالي وتشغيل. هسه صار عندنا زر تشغيل بكل بساطة. لما ندوس عليه هسه راح اشوفكم التطبيق. نشغل الموفي. مثل ما تشوفون هسه واقف. طبعا كله على ذوقكم، تقدرون تحطون صورة او ملف مفتوح او اي شي، بس المهم هي الفكرة زر التشغيل. هسه عندنا لما ندوس على زر التشغيل، هسه الماوس عليه، ندوس عليه كليك، اشتغل التصميم او اشتغلت. قدر اختارني اكون ليها، وانا سلمت وقلبي اختار. شفت الجنة فعلا. هسه نجي نسوي زر الإعادة. طبعا فكرت اسوي لها درس، بس هي يعني شغلة بسيطة ما يحتاج لها درس، فقلت احطها بالاكشن سكربت لان هي نفس فكرة دقمة او زر التشغيل. نجي همين نضيف تكست،
نكتب بيه إعادة. نفس المكان أو أي مكان. هسا عندنا هاي الإعادة، نقدر نسوي لها مؤثر من هنا، نضيف لها مؤثر مو مشكلة عادي. مثلا هسه راح أضيف لها فيدن، كليك يمنى على الفريم فيدن، ونطول المؤثر شوي. هسه عندنا هسه ندوس على الإعادة، بعدين على السكربت، edit سكربت events button on press عند الضغط، edit سكربت movie control go to and play brief sense and play، يعني إعادة مشهد وتشغيل. هيج حالة راح تصير عندنا زر إعادة وزر تشغيل. يا رب يكون الدرس واضح وسهل عليكم. درس اليوم سهل، الجزء هذا سهل. طبعا الدرس طول انه كان على 3 اجزاء، بس يا رب تكونوا استفاديتوا منه. يعني هي بشكل عام الاكشن سكربت هي لغة، وانتوا تستعملوها حسب على نوع تصميمكم، يعني مو لا تتقيدون بتصميم على هاي اللغة. يا رب تكونوا استفاديتم. كان معكم اخوكم الحرامي على منتديات حزن العشاق. اهلا وسهلا بكم.